الجمع يتحدث هناك عجز ب 16 مليون يورو تقريبا. هذا أمر صحيح، هناك عجز كبير وكبير جدا بشهادة الرئيس نفسه. الرئيس حسبان تحدث في أكثر من مؤتمر صحفي على أن هناك أزمة خانقة تشد بالرجاء الرياضي، ولكن لماذا لم يستقيل؟ لماذا لم يغادر الرجاء؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه اليوم المجتمع الرياضي المغربي، وخصوصا المنتمين للنادي. كيف يعيش الرئيس عجزا على تجاوز الأزمة المالية ومع ذلك هو متشبث بمقعد الرئاسة؟ نعم. القانون هنا قانون المنخرط في الدوري المغربي يقول إن اجتماع أكثر من نصف المنخرطين يعطيهم حق عقد جمعية عمومية استثنائية مهم. لإقالة الرئيس، وهو ما يذهب إليه الآن عدد كبير من المنخرطين في النادي الأخضر. شكرا لك زميل أحمد المشكح الصحفي الرياضي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب إذن من المغرب. ودائما في نفس الصدد نرحب بالزميل محمد بخرفان الصحفي في وكالة الأنباء القطرية. ربما أزمة عميقة يعيشها الرجاء، لماذا وصلت الأمور إلى هذا الشكل؟ ربما ألا يوجد ربما من أكيد هناك في الرجاء وناس بإمكانهم وضع حد لهذا الأمر، ربما إقناع الرئيس بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، ربما بضخ أموال في النادي. لماذا وصلت الأمور إلى حد التدهور وربما رفض اللاعبين حتى التدريب؟ بداية شكرا على الاستضافة مرحبا. زميلي نزار. أول شيء يجب أن نتفق على أن ما يحدث الآن في الرجاء لا يمس صورة الرجاء فقط، بل يمس صورة كرة القدم صحيح. المغربية، على اعتبار المكانة الرفيعة لنادي الرجاء البيضاوي صحيح. في المنظومة الكروية والرياضية العربية بشكل عام والعربية بشكل نعم. عام. الآن الأوضاع تدهورت. الآن نحن على أيام قليلة من بداية الشطر الثاني للدوري المحترفين المغربي، ولحد الساعة اللاعبون قاموا بإضراب لمدة 5 أيام. المدرب محمد فاخر تدخل باتصالاته لإعادة اللاعبين. الأزمة تزيد اختناقا كما تفضلت. الآن المسؤوليات يجب أن تتحدد صحيح. لتتضح الأمور، لكن إجمالا يجب على حكماء الرجاء أن يساندوا بعضهم بعضا، أن يتدخلوا بقوة لإخراج. لماذا لم يحصل هذا محمد؟ هناك حسابات ضيقة بالتأكيد نتمنى أن يتم تجاوزها. هناك حسابات. الرجاء الآن دخل في متاهة منذ استقالة أو بودريقة. هناك مجموعة من الأمور تقع في الكواليس. المتضرر هو الفريق، هو صورة الفريق، وهذا لا يخدم الكرة المغربية كما تفضلنا. يجب الآن على حكماء الرجاء، يجب الآن على القدماء أن يتدخلوا لإعادة الفريق إلى سكته، خصوصا ولا تفصلنا إلا أيام قليلة على بداية الشوط الثاني من الدوري. محمد، هناك أيضا من يقول بأن ربما رئيس النادي يشعر بأنه ربما لا يمكن المساس به، ربما نظرا علاقته وقوته ربما حتى على الساحة الوطنية والسياسية. بالتالي هذا الأمر أيضا مخيف بالنسبة لجمهور الرجاء عندما يعرف أن الرئيس ربما لا يمكن نقده بتاتا. هذه الصورة يجب أن تتغير. الرئيس في آخر المطاف هو شخص، أما صحيح. الرجاء هو النادي، الأصل هو النادي. الرجاء البيضاوي تعاقبت على رئاسته العديد من الأسماء الكبيرة وذهبت وظل فريق الرجاء. لا يمكن الآن أن نتحدث على أن الرئيس شخص مقدس لا يمكن المساس به. هذا أمر غير مقبول الآن، ونحن نتحدث عن دوري احترافي، نتحدث عن شفافية، نتحدث عن مجموعة من الأمور، عن الاجتماعات، فلا يمكن أن نقبل بمثل هذا الوضع. الحل العملي محمد، بعيدا عن هذه الكلمات الجيدة والرنانة، الحل العملي الآن كيف يقع وقف الأزمة؟ وقف الأزمة كما قلت تفضلت لك، يجب الآن على أهل العقد والحل داخل الرجاء البيضاوي أن يتدخلوا. يجب على الرئيس إذا أحس أن الأمر يضر بالرجاء البيضاوي أن يتراجع للخلف مثلا، وأن يفسح المجال أمام القادرين على الدفع بالنادي إلى الأمام، بغية الخروج من هذا النفق المسدود، لأن الرجاء البيضاوي أوضاعه الآن لا تصر، ووضعيته أيضا في رابع ترتيب الدوري لا تصر المتابعين بشكل مطلق. العموم بعودة ربما الرجاء إلى صحة وعافية يعود الدوري المغربي في صحة وعافية. أيضا نعرف ربما الحمد لله بالنسبة للمنتخب المغربي على كل حال الأمور جيدة، وبلغ ربما أدوار متقدمة مع المدرب فيرونار. هو لا يعكس ربما مستوى الدوري، لكن قيمة الرجاء يجب أن تبقى هامة في الدوري محمد. تماما، يجب أن تبقى الرجاء البيضاوي جزء لا يتجزأ من الهوية الرياضية المغربية والكروية، ويجب الآن أن تتكثف الجهود للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن. شكرا لك الزميل محمد بخرفان الصحفي في وكالة الأنباء القطرية حضور معنا في نشرة السابعة. شكرا على الاستضافة زميلي. شكرا.